السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بسلم عليكم اهو. شايفيني انا قاعدة ازاي؟ اصلا انا كنت بردانة جدا والله العظيم، مش قادرة اخش المطبخ ده بجد، كاره المطبخ والله في البرد صدقوني. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. ابص عمالة ادش ازاي. انا هنا كنت هتكلم اكلمكم وانا قاعدة كده، بس طلع الصوت واطي، فاضطريت ان انا اكلمكم بقى، اخلي بقى اقعد نفسي كده ادش كده، بس انا اللي بتكلم برضه. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، يجعلها الشتوية خير عليكم. بس بجد يعني برضه الشتاء حلوة عن عن الصيف. الصيف ده بالذات في المطبخ يعوذ بالله، بيبقى الواحد واقف بيسلي كده بجد، حر بقى وبوتاجاز قايد ولابسين طرح على شعرنا، بيبقى الواحد واقف مش طايق هدومه اصلا. انا بقشر بقى الكوسه اهو على ما بنتي تجيب لي الحاجه، وتيجي هتجيب لي بقيه الخضار ولا الحاجه اللي انا عايزاها. ان شاء الله نعمل اكله النهارده غير الكوسه كده، حاجه كل الناس بتموت فيها وبتحبها. اه، وهحكي لكم بقى واتكلم معاكم في حصلت لي بقى طبعا حاجه في المطبخ برضو ضايقتني، يعتبر حاجة ايدي ورجلي يعني، لكل ست يعني في المطبخ، ان البوتاجاز يعني ما يجرالوش حاجة. البوتاجاز عندي طبعا بعافية، بعيد عنكم بقى، ادعولي ان ربنا يعوض عليا، لان عشان اجيب بوتاجاز الايام دي صعب جدا. البوتاجاز بقى صعب جدا. هندخل المطبخ بقى ونشوف هنعمل ايه. ايه اهو عمال تهبل. جيتوا جينا انتوا جيتوا وبين انتوا قعدتوا كتير قوي. جبتوا ايه بقى؟ ما جبنا ايه؟ جبنا حاجات كتير. الله، ايه الفوره دي؟ الله، متردد تاني يا ماما. لقيت البصل معايا في عربية السوق وبقيت اللفت بس. بس وجعني، مش حبة مية. عندنا ميه الحمد لله. نسيت الزمزمية بتاعت مكة تحت. يا نهار ابيض، ليه كده؟ والله ليه كده يا ست؟ يعني يخرب بيت ده سلم، يخرب بيت ده سلم، السلم ده هيجيب اجل الواحد. عملت ايه بقى؟ هو تعالى عملت الكوسه معاهم، قعدت ادردش شويه، بس صوتي واطي، صوتي واطي جدا 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 جدا. اعمل نجيب ايه؟ لك ميكروفون. صوتي واطي مش سامعني. نجيب لك ميكروفون. يلا بينا بقى نخش على المطبخ. يلا بينا. كويسة؟ اه تمام، مفيش حاجة ناقصة؟ طيب يلا اقفلي يا مكة. طبعا دي حاجة حصلت لي في المطبخ. الحمد لله وبنشكر ربنا انه ربنا نجانا، لان كان يعني الفرن ده كان هيتفجر فينا، بس هو ربنا لطف وستر عشان خاطر في معانا اطفال. وطبعا يعني الحمد لله بشكر ربنا ان هي جت على كده. طبعا الفرن اتفرتك زي ما انتم شايفين، الازاز دوت راح كل حتة، مش قادرة اقول لكم عامل ازاي. وطبعا وقف حالي كده من ناحية ان انا اعمل صواني. كده دخلت عند الفريزر طبعا. كان عندي طبعا كفتة فرح، احنا بنقول عليها كفتة فرح. هي كفتة رز يعني، كنت عملت منها طبخة واتبقى دول، فشلتها في الفريزر. احنا هنطلعها ان شاء الله نعملها عشوة النهاردة، لان احنا رحنا في الكفتة دي بصراحة بحبها جدا جدا. هي بتلجاها اهي، هندخل نقلي ان شاء الله على طول، ما تقلقيش بتلجاها وحطي في الطاسة على طول. هتقولي ده لسه جامدة استنى لما تفك، اوعي تسيبيها لما تفك، ما تسيبيهاش لما تفك. انزلي بطاسة بتاعتك على الزيت اهي، بصي زي عملت ازاي، انزلي على طول بتلجاها على الطاسة على طول، واقلي وجمدي قلب. هي ما شاء الله يعني جامدة جامدة. انا بقول لكم طبعا على هنقضي يومنا ازاي، يعني هنوريكم يومنا ازاي اهو. بص جميلة ازاي، جامدة وتحفة تحفة. طبعا انا ما وريتلوش طريقتها لان دي كانت في الفريزر، كنت مفرزناها في الفريزر. ان شاء الله هبقى اعملها قدامكم باذن الله. بصوا جمالها، لونها حلو، طعمها وريحتها مفحفحه في البيت، مش قادره اقول لكم على ريحتها عامله ازاي في البيت، وانا بموت في ريحتها.
الشتا طبعا بتحب القعدة الحلوة، بتحب ان احنا نقعد بقى ناكل، نحضر لقمتنا ونقعد بقى ناكل، وبعد كده نقعد بقى ايه، نشرب حاجة سخنة، نشرب قهوة، اشرب حلبة مغات عزاها قوي قوي بحبها. آه، نعملها بسمنة بلدي، ما عندكش سمنة بلدي اعملها كده بسمنة عادية والله بتبقى عسل وحياة ربنا. بصوا اخر طاسة اهي بتلجاها على فكرة، تلجاها وانزلي على طول على الزيت السخن. اوعي تقولي ايه استنى لما تفك كده ويبقى عادي، لا هتبوظ. ودي الكوسة طبعا، لان ابني عندي ولد ما بيحبش كفتة الرز دي، انا بستغرب ازاي ما بيحبهاش بجد بجد، يعني انتوا تصدقوا الكلام ده؟ كلنا بنضعف قدام كفتة الرز. كانت ام الله يرحمها ولادي كانوا بيسموها كفتة فرح، غير الولد ده يعني صبيان تاني، انا معايا 3 صبيان كانوا يحبوا الكفتة قوي قوي، اللي هي الكبار بقى اللي كانوا بيطلبوها، اللي كبروا يعني عندها، ده بقى ما بيحبش الكفتة. بص الملوخية دي بقى يا حبيبتي ناشفة على خضرة. الخضرة دي بقى اللي هي الصويا دي انا ما بحبهاش صراحة، ولا بيبقى لها طعم ولا ريحة. بص الكفتة، بص اللهم صل على النبي، ولا فرشت ولا عملت، لان دي مش كفتة، مش لحمة جمل، دي لحمة عادية بقطعها من الجزار وبنفرمها وبنشتغل عليها، احنا بنعملها على ايدينا في البيت. وعلى فكرة ما عنديش كبة كمان، ما عنديش كبة افرم فيها يعني، ان شاء الله هوريها لكم انا بعملها ازاي. تمام. بس فالقعدة بقى بتبقى بعد العشاء ديت او الغدا، بتبقى القعدة ممتعة طبعا، انا وولادي وجوزي واحفادي، معانا مكة وعالية وكنزي، ربنا يحفظهم يا رب ويخليهم، دول حبايب قلبي بقى اللي هم طلعت بيهم من الدنيا، روحي وقلبي وعقلي. وانا تعبانه يعني بيني وبينكم يعني، يا ريت تدعوا لي ربنا يديني الصحه عشان خاطر افضل واقفه قدام العيال والاطفال دولت وبيتي وحياتي. انا مريضه قلب، ربنا يحفظ لكم قلبكم يا رب، ما تشوفوا حاجه وحشه في صحتكم يا حبايب قلبي. بصوا الرز الله اكبر، رز بشعريه بالواحده، مش قادره اقول لكم انا استاذه رز وانتوا احسن مني. بصوا بحب اغرب بقى بالطبق ده، حياتي ان انا اغرب بالطبق، انا ما بحبش اغرب بمقصوصه، عندي مقصوصات وكل حاجه. بص الملوخيه يا جماله على الملوخيه الناشفه على الخضره، بص بقى قنبله مني دي، مين بيعمل ملوخيه ناشفه على خضره؟ انا اهو. شفتوا الجمال؟ بنتي بقى رشا راحت جابت لي الحاجات بصراحه، هي بتساعدني طبعا لان انا ما بقدرش انزل السلم، انا قاعده في الدور السابع، وعشان قلبي ربنا يحفظ لكم قلبكم. بصوا الكفته الصباع بصباعه ازاي حديد، اختراع. اتمنى بقى تعملوا لايك وتشتركوا معايا في القناه، يشرفني طبعا، يشرفني اشتراككم عشان يوصل لكم بجد كل جديد، تابعوني. فانا دخلت بقى ايه احط شويه كبرتات اللي كنا بنتغطى بيهم في ايام الصيف عشان التكييف وكده، قلت بقى احطهم قدامكم كده ونغسل، عشان انتوا عارفين الغسيل والكراكيب دي اللي بتكركب البيت، فانا بحب دايما الغسيل ده اول باول كده احطه في الغسالة. هي ما شاء الله الله اكبر حمارة شغل يعني ايه، الايديال القديمة قوي، القديمة قوي، انا ما لحقتش اجيب الحديثة قوي في ايام الرخص، يعني بوتاجازي نفسه خلاص والله، يعني الفرن الباب بتاعه انفجر بعيد عنكم، بس الحمد لله ونشكر ربنا انه ما عملش حاجة وحشة يعني ولا اذى حد فينا، فربنا ده قضاء وقدر وربنا هيعوض علينا، وادعوا لي بالعوض، لان انا البوتاجاز طبعا زعلت ان احنا اتحرمنا ان احنا نعمل صينية كيك للعيال، نعمل حاجة نخبز قرص، نعمل حاجة، انتوا عارفين طبعا كلكم عارفين ان الفرن ده يعني بيبقى هو حياة المطبخ كله، فربنا يتولانا بقى ان شاء الله. شوف بقى هنطول قد ايه بقى عشان على ما اعمل بوتاجاز. اتمنى اشوفكم على خير، سلام عليكم، اعملوا لايك.